في قناة ام البنات. اليوم قدمت لكم كبده مشرمله بطريقتي، ان شاء الله تعجبكم وتسيوها ان شاء الله. نديرو 2 ملاعق تاع زيت الزيتون هكا، نزيدو ثوم 4 ولا 5 فصوص ثوم مرحيين، نقليهم كيما هكا يا البنات. تقلب، نزيدو معاهم قزبر ومعدنوس ملعقه كبيره، نخليهم كما هكا باش يطلقوا البنه تاعهم كما هاك. دروك نزيدها وحده فلفله حاره، اللي ما يبغيش ما يديرش. كي يتقلى كما هكا يا البنات نزيدو له كبده تاع الدند، ولا اللي عنده دجاج يدير، اللي عنده كبده تاع الخروف يدير. انا درت الكبده تاع الدند، رطل كبده تاع الدند قلنا كيما هكا. دروك نزيدو ملعقه صغيره تاع كركم، نزيدو ملعقه صغيره تاع الكمون، ونزيدو نص ملعقه تاع فلفل كحل، وملعقه صغيره تاع فلفل عكري حلو، وملعقه صغيره تاع الهريسه. اللي ما يبغيش الهريسه ما يديرش. وعندنا ملعقه تاع ملح. اليوم ما عنديش جامبو، اللي يبغي يدير جامبو يدير جامبو، انا درت اليوم ملح. هاهو كنخلطو كيما هكا هكا. عندي حبه طماطش ملحيه، وزدتها ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره. هاروك نحطو كلش كيما هكا يا البنات، ونخليه في النار هادئه لمده 15 دقيقه. في النار هادئه تطيب في غرضها، ومن بعد نرجع لكم. دروك يا البنات خليتها 15 دقيقه صايم. ها نزيدها دروك في الاخر ملعقه تاع خردل المطاط باش تعطيها البنه. راهو كنخلطوها كيما هكا من بعد دقيقه هكا. ها كيفاش طابت. ها دروك صاي البنات طابت، نقدمها في الصحن التقديم ان شاء الله. صاي البنات قدمتها في الصحن التقديم، ان شاء الله تعجبكم وتسيوها. ها كيفاش جات مليحه وطيبه. وما تنسونيش ابوني.